مساء الخير عليكم حبوباتي اميراتي، واش راكم؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا وصفتنا نهار اليوم اللي هي بسبوسه بدون بيض، يعني ما فيهاش البيض. البنات هاد الوصفه تاع البسبوسه تجي بزاف بزاف، صدقوني تجي بزاف هايله روعه البنات. اقعدوا بك معايا من الاول للاخر، يعني ما تقطعوش الفيديو وتابعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. اول حاجه هنا نحكم كسرونه ندير الشربات ديالي. هنا البنات ندير 2 كيسان تاع السكر، يعني هنا كانت تقطع لي الفيديو قلت لكم ندير 2 كيسان سكر، وزيد نضيف عليها 4 كيسان تاع الماء. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا معايا. ومن بعد هنا ندير شريحه تاع الليمون، قلت لكم يعني ندير 2 كيسان تاع السكر ب4 كيسان تاع الماء. وهنايا بالنسبه للدقيق نسحق دقيق رطب، يعني 3 كيلات تاع دقيق رطب. هنا كيله الثالثه نزيد نضيف عليها يعني شويه تاع الملح، كانت تقطع لي الفيديو، ونزيد لها 2 باكي تاع لا ليفير شيميك وهي خميره كيميائيه. هدايا الباكي الاولاني ونزيد باكي الثاني. فوالا البنات هنا قلت لكم نسحق هنايا 3 كيلات تاع دقيق رطب، وانا الكيله اللي عبرت بها تاع كاس تاع 150 مليلتر البنات، يعني ونزيد نضيف لها يعني 2 باكي تاع خميره كيميائيه، ونحاول نخلطهم كامل هكا مليح. ونزيد نضيف لها كاس تاع السكر كيما راكم تشوفوا هنايا، ونخلطهم كامل مليح. ومن بعد هنايا نزيد ندير يعني كيما راكم تشوفوا هنايا زاز دو سيترون، ونزيد ندير لها شويه تاع لافاني، حوالي مغرفه صغيره تاع لافاني، ونخلطهم كامل كيما راكم تشوفوا هنا معايا. وزيد نضيف لها هنايا كيلة تاع الزيت، نحاول ندخلها كامل في الدقيق ديالي. ومن بعد هنا واش ندير البنات، يعني نضيف عليهم الحليب، واللي هي نصف لتر تاع الحليب، يعني ما يكون ني سخون ني بارد، يكون عادي. ونبقى نخلط بهذه الطريقه هذه كيما راكم تشوفوا هنا معايا. هذه هي البنات، يعني البسبوسه هذه اللي درتها معكم بسبوسه بدون بيض، صدقوني البنات تجي روعه روعه البنات، وتجي بزاف بزاف هايله. هاي القوام اللي حصلت عليه البنات، يعني ما تجيش بزاف ثقيله وما تجيش يعني جاريه. فوالا ومن جهه اخرى هنايا بعد ما درت البسبوسه تاعي قلت لكم درتها بدقيق رطب، نعاود لكم البنات ماشي دقيق الخاشن وماشي دقيق المتوسط. نحكم السنيوه تاعي بعد ما دهنتها شويه بدقيق كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن جهة أخرى أنا كنت شعلت الفرن تاعي مسبقًا على 180 درجة، يعني نشعلها من التحت ونزيد نشعلها من الفوق طيب لي ونطفي عليها. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما خرجت البسبوسه ديالي، يعني بعد ما طابت لي لتحت وقلت لكم بعد شعلت لها من الفوق، ومن بعد نحكم الشربه تاعي بعد ما بردت. طبعا البسبوسه تاعي تكون يعني سخونه، نضيفها هكا من الفوق. شوفوا البنات هنايا باش تعرفوا بلي البسبوسه تاعكم تجيكم يعني ما شاء الله راهي تشرب لي يعني في الشربات ديالي. شوفوا البنات يعني الصوره تعبر على نفسها. هذه هي حتى نكمل كامل الشربات ديالي. وهنا التزيين يبقى اختياري، هنا كان عندي شويه نواه كوكو ضفتو هكا شويه بالفوق كيما راكم تشوفوا هنايا. وكل واحد كيفاش يحب يحيب كيفاش يحب يزين البسبوسه ديالو. دوكا نكمل هكا بنواه كوكو نزين كامل البسبوسه تاعي، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن تقديم ان شاء الله. هذه هي البنات كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما زينت كامل البسبوسه تاعي. وكيما قلت لكم البنات يعني هاد البسبوسه بدون بيض، مقاديرها جد بسيطه في متناول الجميع. ان شاء الله كامل جربوا هاد الوصفه تاع البسبوسه، صدقوني البنات هاد الوصفه تاع البسبوسه بزاف بزاف هايله روعه. ان شاء الله كامل جربوها البنات وتنال اعجابكم. ونقول لكم على الاخر البنات، ولا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ما راهيش مشتركه ليصلكم كل جديد. ونقول لكم على الأخير في الأمان إلى وصفة أخرى إن شاء الله.